في الفيديو دوت انا جمعت لك كل اللعيبه الاجانب اللي جات الاهلي. اولهم حسين ياسر المحمدي، مكماني، يحيى عطيه الله. كل ده طبعا ترتيب بالاهداف. كونان اوسو، في ناس كتير ممكن ما تعرفهاش اساسا، او في ناس كتير من الاهلاويه دلوقتي ممكن ما يكونوش عارفينهم. روبرت اكروي هدف واحد، ده كان من نيجيريا. ساندي هو لعب 16 مباراه، جاب هدف واحد، وطبعا كان اشهر مباراه واشهر هدف جابه في حياته. تشيرنو جاب برضه هدف في 5 مباريات بس. القندوسي اللي زعلت عليه جدا 21 مباراة جاب هدفين. هنري جاب هدفين، طبعا مش هنري التاني، 9 مباريات. اسحاق ما لعبش كتير، ده كان جناح يعني، هو لعب 26 مباراة جاب هدفين. برونو سافيو هدفين برضه من 18 مباراة. فابيو جونيور ده اللي عمل مشكلة مع الأهلي، جاب هدفين ولعب 11 مباراة. موسى لعب 34 مباراة. المدافع سليف كولوبالي 22 مباراة 3 أهداف. بيتر إيموبوي لعب 12 مباراة جاب 3 أهداف. يوسف ياكوبو 3 أهداف 23 مباراة. بنينو 3 أهداف 13 مباراة. شطة اللي معمول عليه الإزعاج ده كله لعب 57 مباراة بس مع الأهلي وجاب 3 أجوان بس. امال لو كنت مارادونا كنت هتعمل إيه؟ رافائيل كاستيلو لعب 17 جاب 3. فرانسيس ديو لعب 23 مباراة جاب 4 أهداف. أليو بادجي اللي اتظلم مع الأهلي لعب 25 مباراة وجاب 4 أهداف. صلاح الدين سعيد 18 مباراة 4 أهداف. جراداشار اللي لسه حاليا مكمل وهيكمل 4 أهداف ومستوى كويس جدا. جيرالدو 45 مباراة جاب 5 أهداف. رضا سليم ربنا يشفيه بإذن الله 44 مباراة وجاب 5 أهداف. ووتر بواليا 31 مباراة جاب 5 أهداف. ميكيسوني 29 مباراة 5 أهداف. والله يعني أرقام أحسن من ناس كتير. سليمان كولابالي أهو ده اللي كان أسطورة، 12 مباراة جاب 6 أهداف ومعرفش رحل في ظروف غامضة وحاجات غريبة. جilberto 197 مباراة جاب 6 أهداف، مباراة طبعا كتير. دومينيك دي سيلفا 55 مباراة 6 أهداف. أنتوني موديست الأسطورة 31 مباراة جاب 6 أهداف. أليو ديانج 213 مباراة وجاب 7 أهداف. 31 مباراة لجون أنتوي وجاب 11 هدف. 32 مباراة لإيفونا المرعب 15 هدف. وسام أبو علي اللي مكمل 27 هدف في 47 مباراة. بيرسي تاو 126 هدف في 30 مباراة رحل خلاص. جونيور أجاي كان تحفة 41 مباراة في 161 مباراة 41 هدف قصدي. وليد أزارو اتظلم برضو 89 مباراة وحطت 41 هدف. وفي لاعب تاني اللي هو بص هو كان اختارهم فلافيو، يعني الصفقة التاريخية اللي عملها هي فلافيو. وطبعا علي معلول الأسطورة، الجناح الهداف بالنسبة لكل جماهير الأهلي يعني.